الرد ده ليك يا بحبحاني. مرة توصفني شاعر الصوفية، كان أنا شاعر مجنون، ويشرفنا أكون من الصوفية. يا كافر والله العظيم يا بحبحاني أنت كافر. السلام عليكم. رد السلام في تعليق على ممسح النضارة. واحد بيقول لي يا بحبح كتر لنا من فيديوهات شاعر المجاري. يعني ده كان من 6 شهور ونزلت فيديو من حوالي 7 ايام، وكل يوم يبعت لي فيديوهات يشتمني فيها. انت فرحان انه بيشتمني يعني؟ انت فرحان ولا عشان انا راجل طيب وما بردش عايز ننشر كل يوم؟ يعني انا راضي ذمتك. انت راضي ان انا بتشتم كل يوم؟ سامع صوت الفراخ؟ طيب الفيديو ده انا مش هرد، يعني انا رديت مره من سنه، وضحت بس بعض الاخطاء بحيث ان هو لما يبعت له الفيديو، ان هو مثلا يقول لك آل البيت فانا اعرفه من هم آل البيت، يقول لك بتنتقد المشايخ اعرفه من هم المشايخ، اتكلم عن البدعه اعرفه ايه هي البدعه. فانا رديت على الفيديو في شويه الهبد والشتم اللي شتمهم لي السنه اللي فاتت. فانا مش كل فيديو هيبعته لي، بيبعت كتير كل يوم بيبعت عادي، خليه يبعت براحته. شاعر مجاري بقى، راجل قليل الادب مالناش دعوه، هو تربيه موالد ماليش فيه، انا مش ذنب، انا ده مش ذنبي. فانا مش كل يوم هنزل فيديوهات لشاعر المجاري. فالنهارده بس عشان هضحكك بس على بتوع الموالد بس. فشوف معايا شاعر المجاري. كنت عايز اطلع على اسم، لانه كل ما بطلع على اسم جديد بيزيد، فربنا يهديه. انا منتظر ان شاء الله ان ربنا يهديه. الموضوع الجديد اللي ما ردتش عليه في الفيديو اللي فات، كان لسه صوفي ناشئ كده يعني، ما كفرنيش. المره دي كفرني. فانا هقول له حاجه واحده بس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما. فبص في دينك وبص في ديني بس، خلاص. شوف بقى شاعر المجاري بيقول ايه واضحك في تعليق. واخر الفيديو للي ما شافش الفيديو بتاع السنه اللي فاتت هنكمل الفيديو بيه. مرة توصفني شاعر الصوفية، والمرة الأخيرة توصفني إني شاعر المجاري. وشاعر المجاري بقى هيرد عليك بقى، اللي أنت وصفته هيرد عليك. بقول يا بحبحاني أنت وصفتني إني شاعر المجاري، لإني حاسس بمجاري. وإذا كان الانتقاد رد وساخة، ما في منك. أنا شاعر المعاني ووصفتني بشاعر المجاري، فتعال خذ فضلاتي هدية. والله العظيم يا بحبحاني لا بهدلك زي ناس برستان. والله لا بهدلك يا بحبحاني، ما خليك تسوى حاجه زي ام عرفي. كان انا شاعر مجنون، ويشرفنا اكون من الصوفيه، وانا اعتبر واحد من الصوفيه، وبحب سيدنا النبي وبحب اهل البيت. يا كافر والله العظيم يا بحبحاني انت كافر. واذا كان ده عوض شخص تاني ولا انت عامل فيها عوض غير التالت العبيط اللي معاكم اللي اقبل ده. ايوه ده عوض. فيه واحد كده لا مؤاخذه يعني بيشتم الواد بحبح. طب وانا مالي؟ ما هو يستاهل. لا وانت مالك ايه؟ ما هو يعني ما هو هاد ما تنطق. ما هو بيشتمك معاه. بيشتمنا ليه؟ ايوه هاد. ده مين البغل ده يا ولد؟ واحد كده اسمه شاعر المعاني. ايه شاعر المعاني ده؟ انا هخليه يشعر بالمعاني لكن من مكان تاني. اديله يا حاج عوض. يا عالم يا كفره، قاعدين تكرهوا الناس في اهل البيت يا كافرين. ده السيده زينب رضي الله عنها وارضاها دعت لمصر عشان رحبوا بيها،
مش زيكم انتوا يا كافرين. اوعى تقرب جنب نصر ابو مغاز. انا بقول لك اهو، اللي علمه استاذ شعر اسمه الاستاذ عيد النوبي، هو اللي علمه الشعر، هو اللي علمه المعنى، يعني اللي معلمه استاذ. فانا بحذرك وشكرا. الحاج ناصر شاعر المعاني بعد ما عملت عنه فيديو وصورته لقيته بقى يطلع الخاص بيقول لي انا بعتذر لك يا بحبح، انا اكتشفت ان الناس دي باطله. قلت له غفر الله لك وليك، والشتيمه اللي شتمتهاني انا مسامحك فيها، وشتم امي وابويا وبتاع، قلت ربنا يغفر، وكتبت تعليق ان انا مش هنزل الفيديو. الا بعدها يومين ولقيته بينشر حاجات للصوفيه برضه، قلت ده بيستعبط، صور فيديو تاني. فبعد ما حذفت الفيديو اضطريت ان انا اصوره من جديد. فاتمنى من حضرتك لو انت بتشوف الفيديو ده يشيره بالظبط كده الكل شيره. بالنسبه للفيديو اللي على اليمين اللي فيه البت اللي بترقص، دي حفله من حفلات التصوف اللي هو بيدافع عنها، والفيديو اللي على الشمال برضه الحضارات اللي هو بيدافع عنها. تعالوا نشوف شاعر المعاني قال ايه عنه. وطبعا انا مش هرد رد شخصي، الشتيمه والكلام ده عند الله تجتمع الخصوم، بس تعالوا نضحك شويه، خلونا نبدا. الفيديو الثاني ده ركز الفيديو الثاني البحبحاني، وبعته له على الخاص. والله مصدقك يا حاج، والله العظيم بعته له على الخاص، بيقول لي عليه نشكرك كان لتواصلك معنا. البوت بيرد عليه وانتقاد وجرح. طب انت داير غلط في في الصوفيه وغلط في المشايخ والاولياء. المشايخ والاولياء مع بعض؟ يعني ما ينفعش المشايخ بس، الاولياء اللي بالظبط، يعني هم الاولياء مش مشايخ؟ طب هم حاجه غلط، ناس باطله. كمل. شغل فتن، شغل فتن، والله العظيم اللي بيحصل شغل فتن، والله العظيم اللي بيحصل ده رقص مش من الدين. وانا راجل معنى هرد عليك تاني برضه بحان. هيرد عليا تاني على اساس ده التاني يعني. هبعته لك. طيب يلا. ويا ريت اللي يسمع الفيديو ده يشيره بالله عليك واللي يسمع الفيديو ده يشيره، ومحدش يسمع البحبحاني دول اللي هتفوت اللي اسمعوه ده. طب الحاج عوض ذنبه ايه يعني؟ الحاج عوض ذنبه ده راجل صوفي، راجل معتدل ماشي على الكتاب ابليس وسنه الشيطان، يعني عيب يا حاج، عيب بدل ما يحط عليك، ده راجل اكبر من ابوك. دي ناس حاطه برضه. اذا كان وسيدنا النبي وصى بحب اهل البيت، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصى بحب اهل البيت انك تتبعهم. طب اهل البيت بقى انت ما تعرفش هو وصى قال ايه اصلا. قال ايه اصلا؟ تركت فيكم ما ان تمسكتم به كتاب الله وعترتي، وفي حديث وسنتي. اللي انت بتدافع عنهم دول فين علاقه الكتاب والسنه؟ او فين القران الكريم وعتره النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا بيعبدوا ربنا ازاي؟ كمل يا شاعر المعاني. وانتقد المشايخ وانتقد الاولياء تاني برضه. مين يا صعلوك؟ مش هرد عليك. اسمع المعنى. اسمع المعنى بقى، ده شعر المعاني، اسمع المعنى، ده الانتقاد. يا بحبحاني ليه في الصوفية داير غلط وسب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره. أنا شايف إن ده منكر، ده ليس من الدين، فأنا بتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أنت اتبعته؟ لا. وسيدنا النبي وصى بآل بيته بالحب. سيدنا النبي وصى بآل بيته بالحب، إن أنا اتبعهم احبهم. هل احبهم ارقص لهم ولا انتوا بترقصوا ربنا؟ صحيح ما بترقصوش لآل البيت، بترقصوا ربنا. هل ربنا قال لك كلوا مثل البهائم ارقصوا لي؟ لا، ما قالش الكلام ده. ففين الحب بقى؟ اللي بيحب حد بيتبعه على الاقل يا عم الحاج يا شاعر المعاني. كمل. يا صعلوك انت وعوض مدد. مش هرد عليك الله يسامحك. يا بحبحاني ابوك من جوعه قسم يا معلم. برضه مش هرد عليك، عند الله تجتمع الخصوم. انا اعرف اقول كلام انت تستحي تسمعه. شوف انت قليل الادب ازاي، بس تستحي تسمعه. بس انا بخاف من ربنا. هو انا عاجز ان انا اقول لك فيك وفيك وفيك يا ابن ويا ابن وابن؟ انا مش عاجز على فكره يعني، لكن انا بخاف من ربنا. وده انتقاد للبحبحاني. مش هو ده انتقاد؟ وانتوا عندكم الانتقاد شهتايم يعني؟ ما عندهمش قال الله وقال الرسول؟ ما فيش الكلام ده خالص يعني؟ ولا انت بعيد عن الكلام ده؟ شاعر مصر ابو ده تيت. يا ريت اللي يسمع الفيديو يشير. اللي يسمع الفيديو يشير. يا رب فراخه تموت اللي ما يشير. ما حدش يسمع الكلام اللي ده فتنه. دي فتنه البحبحاني ده فتن، شغل فتن. لان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم اوصى بحب اهل البيت. ايه الحب في الرقص يا راجل يا كبير؟ ايه الحب في الرقص؟ اللي هشك بشك وشخليل. على فكره انا مش هقول للناس انت بتعمل ايه في صفحتك عشان ما تنحبس، بس يعني مش هقول لهم ان انت بتنتقد الله عشان ما ربنا يستر عليك. محدش يروح صفحته يا جماعه، الراجل ده كويس و100 100 ما بينتقدش ولا اي حاجه يعني. والتابعين، تابعين مين؟ اللي هم الاولياء. يا راجل التابعين اللي هم الاولياء؟ والله اول مره اعرف ان التابعين هم الاولياء. ما اعرفش ان ممكن يكون الاولياء حد معانا في زماننا ده. ما اعرفش ان الاولياء ممكن يكونوا من ايام النبي صلى الله عليه وسلم لحد النهارده، وربنا اخفاهم زي ما كان بيقول يسر جبر، ربنا اخفاهم عن الامه، لكن انتوا عرفتوهم. انما هو عنده تابعين، هو عايز يقول اي كلام زي الجماعه المشايخ يعني كده، بس حب يجود كحالها خالص وفعماها خالص. كمل. ده الفيديو الثاني برضه، ده الثاني برضه، ده الفيديو الثاني ده برضه. يعني انت الحياه كلها عندك اتنين؟
الارقام كلها 2 بس. طيب جرح للبحبحاني اللي بيغلط في اهل الصوفيه. اهل الصوفيه. كمل يا حاج. بقول له يا بحبحاني يا ابن البلديه. مش هرد عليك، انت راجل كبير برضه، مش ههزقك. لا 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 مش ههزقك. انت خوف وعوض هبيه. لا ما اسمحلكش تغلط في الحاج عوض. انت تشتمني انا عند ربنا، انما تغلط في الحاج عوض هخليه يحط عليك. فبلاش قله ادب يا عم ناصر عشان ما تزعلش. انت راجل كبير مش حمل بهدله، بدل ما العيال تجري وراك بالطوب وتطلع عليك كلمه. مش عيب يا عم ناصر، عيب يا عم ناصر، انت راجل كبير يعني. اتق الله يا عم ناصر. كمل. مالك ومال اهل الشرع. اهل الشرع. طيب انا اتحداك يا عم ناصر تجيب لي دليل من الشرع على الرأس اللي انت نشره. اتحداك تجيب لي دليل من الشرع على الحاجات اللي بيقولها ياسين التهام اللي انت بتنشر له. اتحداك يا عم ناصر انك تجيب اي حاجه من اي حته على الهبل اللي انت بتعمله. والصوفيه. اهل الشرع والصوفيه؟ لا ما شاء الله، يعني على اساس ان الصوفيه مش اهل شرع. طب نسمعها على بعض كده يا جماعه معلش. مالك ومال اهل الشرع والصوفيه. يعني هما 2، اهل الشرع حاجه والصوفيه. ما كنتش اعرف ان الصوفيه مش اهل شرع صراحه. شكرا يا عم ناصر. انت وهابي. والله انا وهابي؟ والله على فكره انا مش وهابي، والله ما انا وهابي. يعني دي ممكن تكون بتشتمني يعني. انا مش وهابي، انا مسلم بتبع النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. تقول لي بقى وهابي بحبحاني بطيخي بتنجاني، انت حر باللي بتقوله. انما انت صوفي، انت قبوري، انت بتدافع عن الباطل. والوهابي لاهل السنه معاديه. الوهابي لاهل السنه معاديه؟ مين هم اهل السنه؟ انت مفكر ان الصوفيه اهل السنه؟ ما شاء الله عليك يا عم بطيخ انت. كمل. والله ما لميت نفسك يا بحبحاني مالك الا غير الجنة اللي في رجلي. انت اخرك فاضي يا عم منصور. عمك ايه يا عم ناصر؟ انت اخرك فاضي. انت بق بس. عم ناصر انت راجل كبير يا عم ناصر. عيب، انت راجل شايب وعايب. وهطلع عليك كلمه خلي عليك تجري وراك يا عم ناصر. عيب يا عم ناصر. الله يهديك يا عم ناصر. مش هرد عليك برضه. انت شتمتني وشتمت امي وشتمت ابويا. عند ربنا نقتص من بعض كده ونشوف اللي ليك حق خده واللي ليا حق اخده. لم نفسك يا بحبح بدل ما دمك. انت اخرك فاضي والله انت بق بس. انت وعوض الهفيه. هو انت مفكر عوض ده حد صغير بتلعب معاه؟ يا عم ده اكبر من ابوك. عيب هيهزقك، هيطلع عليك كلمه العيال هتمشي في الشارع يقول لك العبيط اهو. انت حر. مالكش دعوه باهل الصوفيه. هو انت صوت بس يا حاج؟ انت بقى حد صغير وانت صغير يعني ولا ايه بالظبط؟ ايه يا عم انت ايه يابا؟ كمل. يا وهابي. دي شتيمه يعني، انت بتشتم. طب ماشي يا عم. شكرا يا سيدي. شكرا. وشكرا دي ليا ولا ليهم هم ولا لمين بالظبط؟ انت عبيط يا حاج. انت عبيط يعني، انت هبل. انت كنت عبيط وانت صغير؟ كانوا انت صغير معلش يعني. عايزين نعرف يعني. ما انت لو مجنون مش هنرد عليك خالص يعني. بس حبينا نعرف الناس الاشكال اللي بترد علينا وبتشتمنا يعني دي اخلاقكم بقى. رقص هشك بشك وشغلت الشرع الصوفيه. طب يا جماعه انا وعدتكم ان انا انشر الفيديو ونشرته اهوت. وان كان على الشتايم محدش يشتم يعني. انا طبعا مش مسامح، لا بس هسيبها عند ربنا ان شاء الله خلص لي في حقي. يلا انا بحبكم في الله وعند الله تجتمع الخصوم. السلام عليكم. سأقطع كل من عادى رسولي وأبتر كل حبل للوصال وأقليه وأبغضه جهارا رجاء للمثوبة في مآل.